السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير على خير وصحه جيده وعواش مبروكه. ان شاء الله جبتكم في هذا الفيديو التوابل اللي غادي نديروا بها الحريره ديالنا ديال رمضان. ان شاء الله يبلغنا رمضان جميعا لا فاقدين مفقودين ان شاء الله، ومزيد من المغفره والثواب لينا ولكم جميع المسلمين ان شاء الله. غادي ندوزو المقادير اللي غادي نحضروا بها الحريره ديالنا المجديه. المهم عندي هنايا هادو هما المقادير الرئيسيه ديالنا اللي كنديروها في الحريره ديالنا. بالنسبه كنت سبق وقلت لكم في واحد الفيديو باش نحط لكم راس الحانوت، ان شاء الله واحد الفيديو اخر غادي نحط لكم راس الحانوت كامل اللي كنديروه في الرفيسه والمساخن وداك الشيء. المهم اشياء هذا والتريد ديالنا والشوربه ديالنا هذا. المهم هاد التوابل ديالنا ديال الحريره كنديروها هكا في الشوربات، كنديروها في الحريره ديالنا كما كتشوفوا، عجائن ديالنا بركوكش ديالنا المجدي. وهادو هنا هاد الاضافات هنايا ديال راس الحانوت انا كنضيفهم هكا الحريره ديالنا، كنضيفهم انا الحريره ديالنا ديال راس الحانوت. وهنا ما درتش الاشياء الحاره، سيرتو بحال هكا اللي حامله ولا اللي ما كيضروها المساخن ما كتقدلهمش ولا ما كديرش الاشياء الحاره بحال ظهر الفلفل بحال المهم اشياء اخرى هذه ان شاء الله من بعد غادي نصورها لكم في واحد الفيديو اخر بحول الله. هذه ان شاء الله نقول لكم هنايا المقادير. هنا راني دايره هنا واحد 10 دراهم ديال السكينجبير، هنايا نقولوا 200 غرام هكا كل. هنا 10 دراهم ديال الخرقوم حتى هي واحد 200 غرام. هنا كذلك زرعه القزبر كما كتشوفوا حبوب، ها هي كما كتشوفوا اللي ما عرفهاش، ها هي هذه كلشي هاد الاشياء غادي نطحنها حتى هي واحد 10 دراهم. المهم 200 غرام. هنا عندي القرفه كما كتشوفوا، عندي هاد الملويه القرفه، وهذه عاوتاني القرفه عندها جوج اشكال كما كتشوفوا. هذه هي عندي حتى هي غادي نستعمل هنا واحد المهم قولوا 100 غرام حتى ل 150 غرام. هنا عندنا البسيبيسه زوينه بزاف، كتجي في اللحم وفي الشرموله ديال الدجاج. المهم زوينه بزاف كيديروها مع راس الحانوت، وانا كنضيفها حتى الحريره ديالنا. وهنا عندي قاع كلع ولا الهيل اللي كيقولوا الهيل ولا قاع كلع، حتى هي واحد هنا راني 10 دراهم هنايا كما كتشوفوا. يعني هاد التوابل عندي هنايا هاد السيبيسه وهاد الهيل. المهم الثمن ديالهم غالي، هي شويه كيعطيك واحد المقدار غير بسيط. وهنا عندي الابزار كما كتشوفوا، ها هو الابزار الابيض، ما كنستعملش الابزار الاسود، هذا شويه مزيان بالنسبه اللي فيهم الامعاء يستعملوا هذا الابيض ماشي مجهد بزاف. وهنا عندي كما كتشوفوا هنايا عندي هنا النويويره، وحنا هنايا في المنطقه الشرقيه كنقولوها الكبابه، وفي الغرب ديالنا كيقولوا لها نويويره، حنا كنقولوا هنا كبابه. ونويويره عندها واحد الشكل هنا كيقول صغيره دايره بحال حبه كحله وهي حمراء. دونك ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو اخر نوريها لكم. وهنا بطبيعه الحال الكرويه التي لا يغنى عليها في الحريره ديالنا، ما شاء الله زوينه وكتحيد لي غاز من مصران. زعما صراحه هي خصها كتكون حاضره في الحريره ديالنا في هكذا وفي العجائن ديالنا. وعندنا هنايا الفلفل الاحمر، انا كنشريها هكا، كنفضل نشريها هكا نظرا كتكون فيها الاوساخ وسبحان الله الانسان ما عرفناش مصدر من كتجي كتمشر وفيك يصوبوها، ولا كتشريها هكا صاينه كما كتشوفوا. وكنمسحها مزيان ولا كنغسلها. كاين هنا الاشياء اللي غادي نغسلها والاشياء اللي غادي نمسحها من الغبره، غادي نغسلها ونشفها ان شاء الله ونطحن كامل هادشي اللي كتشوفوا. غادي نمشيو للاضافه ديالنا كما تشوفوا مشاهدينا الكرام. غادي نشوفوا الاضافه ديالنا اللي كنزيدهم، هادو اللي بغى يزيدهم زعما كيعطيونك هاد الحريره وصحيين، اللي ما بغاش يزيدهم ما يزيدهمش. عندي الحلبه هنايا، الحلبه ما كتكثروش، كديروا ثمن واحد المعلقه كبيره واحد 25 غرام. وعندي واحد العويدات القرفل عفوا القرنفل هذا. وعندنا الباديانه اللي كيبغي يستعمل هذيك الباديانه منجمه ان شاء الله غادي نحطها في الفيديو الاخر ان شاء الله مع الاعشاب ديال راس الحانوت. عندي هنا الحبه السوداء كما كتشوفوا واحد المعلقه كبيره، هنا الحبه السوداء السانوج. وعندي هنا حب الرشاد، هادو المساخن اللي المهم هادو ما تضيفوهمش اللي كانت حامله ولا ما تضيفوهمش لهاد المقادير ديال الحريره اللي قلناهم في الاول، هادو مساخن. وهنا عندنا الجبر بطبيعه الحال، هذا زوين بزاف كما قلت لكم، فيه الكالسيوم مغنيسيوم العظام. غادي نحط لكم واحد الفيديو خاص به. انا كنستعملو في الحلويات، نستعملو في الصفوف ديالنا بحول الله، نستعملو سبق واحد درت لكم الصفوف به. ان شاء الله غادي نحضروا في واحد الفيديو قادم به شي كاب كيك هكا ولا كما وعدتكم. نظرا للظروف الصحيه ما قدمت لكم واحد الفيديو. المهم هنا عندنا هذا سميتو الكبار كما كتشوفوا، ها هو غادي ندير هاد الحبيبات. هاد
هذوك المقادير ديالنا غادي نزيد معاه الحبه ديال الكبار كما كتشوفوا حتى هو زوين. عندي هنا واحد 2 مقالق كبار ديال حبه حلاوه كما كتشوفوا، اليانسون شوفوا كي دايره صغيره، وعندي هنا الشمر النافع شوفوا كي داير هنا هو حتى هو 2 معالق كبار. وهنا ما نساوش هاد الكمون الصوفي ممتاز كنستعملوه حتى الاطفال ديالنا في الصغار مع البيبغون ديالهم ديال كي كنقولها حنا الخلطه، زوين بزاف بزاف لي غاز. كنضيفها ان شاء الله هنايا ثمن واحد المعلقه كبيره. وعندي هنايا اوراق الرند كما كتشوفوا، هنايا ثمن غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ولا 2 للحريره ديالنا. وعندي هنا بطبيعه الحال هذا السمسم الزنجله ديالنا البلدي كما كتشوفوا، حاولوا تشريو اشياء بلديه. ها هي حتى هو واحد 2 معلقات كبار صافي. المهم كما قلت لكم هادو هما المقادير كاملين. هذه بحال مثلا هذه نعطيكم واحد لا كونتيتي كما كتشوفوا، بحال مثلا هذه كاين الاشياء اللي كنديروا فيها بزاف، كاين الاشياء اللي كنقصوا منها. غادي ناخذ سكنجبير واحد 100 غرام هكاك 2 معلقات كبار ولا المهم 2 معلقات كبار وشويه كما كتشوفوا. وغادي نزيد له الخرقوم بحول الله حتى هو 2 معلقات كبار، ثمن 2 معلقات كبار كما كتشوفوا. غادي نضيفوا كذلك 2 معلقات كراويه ولا حتى 3 المعلقات، وزرعه القزبر. هادو هما الاشياء الرئيسيه في الحريره ديالنا، واحد 3 معلقات كما كتشوفوا. المهم كما قلت لكم هذه هي الاشياء الرئيسيه ديالنا في الحريره ديالنا، سيرتو زرعه القزبر والكراويه. زرعه القزبر تاعها درتو زوينه، والنويمره اللي كيقولها ولا حنا كنقولها حنا الكبابه كنضيفوا حتى هي واحد 2 معلقات حتى هي حتى 3. هادو هما المهم ليسونسيال ديال الحريره ديالنا الوجديه المغربيه اصيله. المهم وهذيك البسيبيسه كنضيفوها راه كتجي رائعه بزاف بزاف. كنضيفوا شويه واحد النصف ديال الكميه، واحد 4 ديال القشرات ولا حتى هي كلشي يطحن. والابزار ديالنا كنضيف واحد المعلقه ديالنا كبيره. وهذه الفلفله الحمراء هذه من بعد ما شاء الله نطحنها ونصابها غادي نضيفها في الاخير ان شاء الله بحول الله واحد المعلقه ولا 2. والقرفه ديالنا كذلك غادي نضيفوا كما كتشوفوا واحد المهم واحد 2 معلقات كبار. المهم كما كتشوفوا هذه هي الخلطه ديالنا. وهذاك راس الحانوت غادي ندير منه شويه واحد 3 ولا 4 كما كتشوفوا ديال الكبار، وشويه حبه حلاوه واحد المعلقه كبيره ومعلقه. المهم هذه ما نضيفهاش دابا، انا حتى نضيفها من بعد ان شاء الله من نطحنهم. ومعلقه نافع، وهذا ورق الرند والزنجله ديالنا واحد المعلقه كبيره، والجبار واحد 2 معلقات كبار. هادو هما ان شاء الله غادي نطحنهم وحديتهم ونضيفهم في الاخير مع التوابل ديال الحريره ديالنا. اللي بغى يضيفهم راس الحانوت، اللي ما بغاش يضيف يدير التوابل الرئيسيه ان شاء الله. وان شاء الله غادي نطحنوهم وان شاء الله نكمل الطريقه بحول الله. مشاهدينا الكرام اخواتي الكرام، انا رجعت لكم ان شاء الله. هادو هما التوابل ديالنا بعد ما كي قلتو شفتوا في الفيديو حمرتهم وصيبتهم، يعني كتحمرهم غير واحد شويش صافي. ها هو عندي راس الحانوت ديال ها هو راس الحانوت عفوا، شوفوا اللون ديالو كي داير شويه باهت على هذا ديال الحريره كما كتشوفوا. ها هو شوفوا هذا هو راس الحانوت ديالنا ما شاء الله، واحد الريحه كتعطي منه ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو التوابل ديال الحريره ديالنا، ها هي بعد ما طحنتها بطبيعه الحال تغربلوها وخصكم تطحنوها مزيان مزيان توسوا كما كتشوفوا. هما التوابل ديالنا ديال الحريره ديالنا غادي نضيف لهم هذاك الزعفران بعد ما سخنته. غادي هذا ان شاء الله غادي نحكوا بين يديداتي، ديروا على شي غطايه تكون سخونه صافي كيسخن صافي. كتحكوا شويه على راس الحانوت وشويه على التوابل ديال الحريره، وبطبيعه الحال الخرقوم وسكينجبير انا كنخلطهم مره واحده لانني كنستعملهم جميع كيتواساو مع بعضياتهم جميع المأكولات ديالنا سواء المرقه ولا حريره ولا المهم اللي كتستعملوا كديروا فيها الخرقوم سكينجبير. المهم ما كنقدروش نستغناو عليه في المأكولات ديالنا صافي. كنضيف واحد الكميه التوابل ديال الحريره وهذا وراس الحانوت والكوزه. غادي نحك واحد نصف كوزه في العطور ديال الحريره ديالنا ونص كوزه في التوابل ديالنا ديال راس الحانوت. وبطبيعه الحال ما تنساوش المستيكه ان شاء الله اللي ديجا حطيت لكم لا فيديو عليها، غادي تضيفوها لراس الحانوت. وما تنساوش حتى هي الفلفل الاحمر تضيفوها واحد المعلقه ولا ملعقتين للعطور ديال الحريره ديالكم صافي. وغادي نضيفو ان شاء الله نخلط الخليط مزيان بشي طبسه كبير
صافي ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ ديالو. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هاني رجعت لكم، راني خلطت التخليطه ديالنا اللي بغيت نوري لكم. هكا ها هما القريعات ديالنا وجدتهم، كتكتبوا فيهم ليتيكيتي بحال هكا، كتكتبوا راس الحانوت كما كتشوفوا، قريعات ديال الزاج معقلين معدلين. وهادو عاوتاني كتبت فيهم التوابل بالحريره كما كتشوفوا، ها هو صافي هما ديال الزاج، هما عقلتهم وصيدتهم. وبالنسبه لهاد الكميه هنايا مشاهدينا الكرام، هذه كنخليها هكا كنحتفظ بها، ديجا سبق نحدث بحال هكذا الطريقه كنحتفظ فيها. الكونجيلاتور هذه كنخليها مده كتبقى لكم عام عامين، المهم كديروها في الكونجيلاتور الفوق كتبقى هي سبحان الله العلي العظيم، المهم كتبقى فيها الرائحه طيبه ما كتغيرش. صافي غادي نحتفظ بها هذه في الكونجيلاتور. هادو التوابل ديال الحريره العطور ديالنا، وهادو ان شاء الله غادي نعمر هنايا التوابل ديال الحريره هكا باش نحتفظ بهم. بسم الله بحال هكذا كتشدوا كتعمروا هذا التوابل ديالكم ان شاء الله. وان شاء الله نفس الطريقه هذه نديرها مع، ونفس الطريقه هذه نعمر هنا راس الحانوت. صافي ان شاء الله نحتفظ بهم. وحتى راس الحانوت ان شاء الله غادي ندير هنا واحد الكميه، يعني غادي نخلي غير ثمن ما نستعملوه شهر شهرين، المهم الشهر ديال المبارك الفضيل الله يدخل عليكم الصحه هنا ان شاء الله، وبالمغفره والتواب لينا ولكم جميع المؤمنين احياء والاموات. مهم وغادي نحتفظ حتى هي بواحد الكميه هنايا في الكونجيلاتور كنستحقوها ان شاء الله في العواشر الاخرى ان شاء الله، في المأكولات ديالنا، في المروزيه، في مناسبه العيد الاضحى ان شاء الله يلحقنا مسلمين به ان شاء الله. وهذه هي المهم الطريقه ديال التوابل ديالنا. وهو مبروك عواشركم، والى فيديو قادم بحول الله.